السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل ما نبدأ ما تنساش تدعي لاخواتنا في غزة ان ربنا ينصرهم ويسدد رميهم. النهارده بإذن الله عندنا الدرس الأول في تانية إعدادي ألا وهو الأعداد الحقيقية. بس قبل ما نعرف الأعداد الحقيقية تعال نعرف طب إيه هي مجموعة الأعداد الطبيعية والصحيحة والنسبية والغير نسبية وهكذا. إحنا عندنا مجموعة الأعداد الطبيعية بنرمز لها بالرمز إن. قال لي إيه هي المجموعة ديت؟ قال لي المجموعة دي بتبدأ من الصفر، واحد، اتنين، تلاتة، إلى ما لا نهاية. قال لي دي مجموعة الأعداد الطبيعية. قال لي عندنا مجموعة تانية، قال لي مجموعة الأعداد الصحيحة. مجموعة الأعداد الصحيحة وبنرمز لها بالرمز زد. قال لي مجموعة الأعداد الصحيحة ديت الإن جزء منها، يعني الإن ده جوه في الأعداد الصحيحة. قال لي إزاي؟ قال لي بص، عندك الصفر أهو، واحد، اتنين، إلى ما لا نهاية. وبرضه السالب واحد والسالب اتنين إلى ما لا نهاية. يبقى أنا كده عرفت إن مجموعة الأعداد الصحيحة فيها الصفر والواحد والاتنين والسالب واحد وسالب اتنين، يعني فيها الموجب والسالب وفيها الصفر. دي مجموعة الأعداد الصحيحة. طب قال لي في مجموعة تانية اسمها مجموعة الأعداد النسبية، ودي بنرمز لها بالرمز كيو. قلت له تمام. قال لي بس خلي بالك مش أي حاجة نقول عليها نسبية. قال لي عندي شروط. قال لي الشرط الأول إن أنا أقدر أكتبها في صورة A على B. قلت له ماشي. قال لي وإن ال A وال B أعداد صحيحة، يعني بينتموا لمجموعة الأعداد الصحيحة. قلت له ماشي. وقال لي إن ال B لا تساوي الصفر. قلت له ماشي. يبقى انا عندي مجموعه الاعداد النسبيه، علشان اقول عليها دي من مجموعه الاعداد، المثال اللي هقوله او اي حاجه اقول عليها دي من مجموعه الاعداد النسبيه، لازم توفر عندي ثلاث شروط. قال لي الشرط الاول ان انا اقدر اكتبها في صوره ايه على بي. قلت له ماشي. وقال لي وان الايه والبي دولت من الاعداد الصحيحه، عددان صحيحيان. قلت له ماشي. وقال لي ان البي لا تساوي الصفر. يعني ايه؟ يعني الصفر في المقام حرام، ما ينفعش نكتب صفر تحت. ايه وبي اعداد صحيحه، يعني مثلا السالب واحد ينفع، الصفر، الواحد، وهكذا. مش قصدي بقى الصفر في المقام، احنا قلنا الصفر في المقام حرام. طب ما تيجي ناخد مثال كده على الاعداد النسبيه. الاعداد النسبيه مثلا لو جيت قلت لك مثلا 3 على 4، تيجي تقول لي دي مجموعه الاعداد النسبيه. اقول لك ليه. اولا الثلاثه عدد صحيح، الثلاثه عدد صحيح، تمام. والأربعة عدد صحيح، وعرفت أكتبهم في صورة بسط ومقام زي الفل. وإن البي لا تساوي الصفر، يبقى دي مجموعة الأعداد النسبية. فعلا إن البي لا تساوي الصفر والإيه والبي عددان صحيحيان، وعرفت أكتبهم في صورة بسط ومقام، تمام. طب الخمسة، الخمسة ديت هي أصلا خمسة على كام؟ على واحد. صورة بسط ومقام والعدديان صحيحيان والبي لا تساوي الصفر، يبقى فعلا دي من مجموعة الأعداد النسبية. قلت له تمام. قال لي احنا قلنا اعداد مجموعة الاعداد النسبية. في حاجة تانية اسمها مجموعة الاعداد الغير نسبية. يبقى عندنا اعداد نسبية وفي حاجة اسمها مجموعة الاعداد الغير نسبية. قال لي دي احنا بنرمز لها بالرمز كيو شرطة. يبقى الاعداد النسبية احنا عارفينها نقدر نكتبها في الصورة دي وهكذا. اما الاعداد الغير نسبية اعكس الشروط. الأعداد الغير نسبية قال لا يمكن كتابتها في صورة إيه على بي. يبقى الأعداد الغير نسبية ده الشرط اللي فيها اللي أنا ما أقدرش أكتبها صورة إيه على بي. وقال لي إن الإيه والبي عددان صحيحيان وإن البي لا تساوي الصفر. يبقى الأعداد الغير نسبية اللي هي الكيو شرطة قال لي لا يمكن كتابتها على صورة إيه وبي، وبنرمز لها بالرمز كيو شرطة. وإن الإيه والبي عددان صحيحيان وإن البي لا تساوي الصفر، لأن الصفر في المقام حرام. طب تعالى ناخد أمثلة على الأعداد الغير نسبية. تعالى ناخد أمثلة للأعداد الغير نسبية. بس أنا عايزك تعرف حاجة، إن الأعداد النسبية اللي هي بالرمز كيو تقاطع الأعداد الغير نسبية ده بيساوي فاي. مفيش تقاطع بين الأعداد النسبية والغير نسبية، فده فاي. طب إيه هي بقى الأمثلة للأعداد الغير نسبية؟
بص يا عم الحاج، في حاجات عندنا ثوابت لما تشوفها على طول تعرف ان هي اعداد غير نسبيه. اول حاجه عندنا الباي. اول لما اشوف الباي على طول اقول له ان دي اعداد غير نسبيه، وريح دماغك ايا كان بقى المساله جات لك باي زائد 5، باي زائد جذر 5، ايا كان باي وي على طول يبقى الباي اعداد غير نسبيه. قلت له طب دي تمام، ايه ثاني؟ قال لي عندك الفاي. على طول اول لما يقول لك مثلا يديك مثال يقول لك بين اذا كانت الاعداد الاتيه نسبيه او غير نسبيه، ماشي. هبص اول حاجه اللي ببص لقيت فيها فاي على طول وانا مغمض اقول له فاي اعداد غير نسبيه. طب باي اعداد غير نسبيه على طول. قلت له تمام. ثالث حاجه بقى ايه؟ قال لي الجذر التربيعي للعدد النسبي الذي هو ليس مربع كامل فهو عدد غير نسبي. يعني ايه؟ مش فاهم، هفهمك. قبل ما اقول لك الثالثه دي، مثلا لو جيت قلت لك ايه هو الجذر بتاع ال 25، هتقول لي 5. اقول لك صح. ليه؟ دوت هنا مربع كامل، بمعنى ان العدد ضربته في نفسه اداني اللي تحت الجذر. بمعنى يعني قلت لك 5 في 5 بكام؟ ب 25. ده اداني اللي تحت الجذر، يبقى ده ساعتها مربع كامل. طب لو جينا نتكلم على العدد الغير نسبي، قال لي العدد الغير نسبي العدد اللي اضربه، او العدد غير مربع كامل ان العدد اللي اضربه تحت الجذر ما يدينيش الرقم اللي اضربه في نفسه ما يدينيش تحت الجذر. بمعنى جذر 2، ايه العدد اللي اضربه في نفسه يديني اللي تحت الجذر اللي هو رقم 2؟ مفيش. يعني لو جيت اضرب مثلا ايه 2 في 1، لا انا قلت لك العدد في نفسه زي ما قلنا 5 في 5، 3 في 3، 4 في 4 مثلا. العدد اللي اضربه في نفسه يديني تحت. يبقى العدد اللي اقدر اضربه في نفسه تحت الجذر اقدر اقول عليه عدد نسبي. طب العدد اللي اضربه في نفسه وما يدينيش اللي تحت الجذر يبقى ساعتها عدد غير نسبي. يبقى دوت كده كام؟ دوت رقم 3. قلت له تمام. رابع حاجه الجذر التكعيبي. هنا الجذر التربيعي، وخلي بالك وهنا حتى اصلا جذر 2 انا ما اقدرش اكتبها في صوره ايه على بي. امسك الاله بتاعتك واعمل جذر 2 يساوي، شوف هيطلع لك رقم وشويه 1 فاصلة شويه. انا ما اقدرش اكتبها على صوره ايه وبي، يبقى اذا دوت عدد غير نسبي. طب انا عندي الجذر التكعيبي. لو قلنا مثلا الجذر التكعيبي للعدد 4، اولا بكل بساطه واريح امسك الاله اعمل الجذر التكعيبي للاربعه. لو جيت عملت بالجذر التكعيبي للاربعه هيطلع لك شويه ارقام 2 وشويه حاجات. انا كده مش هقدر اكتبها في صوره بسط ومقام. غير كده هقول لك على حاجه. الجذر التكعيبي، ايه العدد اللي اضربه في نفسه مثلا 3 مرات يديني اللي تحت الجذر؟ عارف لو دي مثلا كانت 8 اقول لك دوت عدد نسبي. عدد نسبي ليه؟ امسك كده وقول 2 في 2 في 2. 2 في 2 في 2 ب 8. 8 ده اداني اللي تحت الجذر، والعدد ضربته في نفسه 3 مرات عشان جذر تكعيبي. صدق يبقى دوت عدد نسبي. لا بس هو هنا كانت كام؟ 4، يبقى ساعتها عدد غير نسبي. وبرضه عشان تتاكد امسك الاله بتاعتك واعمل الجذر التكعيبي للاربعه. طلع لك على طول رقم صحيح. يعني مثلا طلع لك 2 ايا كان 4 على طول، مش لازم 2.4، لا بدي مثال 2 4 يبقى دوت عدد نسبي. اداك 2 وشويه كسور ومش هتعرف تكتبها في صوره ايه على بي، يبقى ساعتها عدد غير نسبي. انت لو طلع لك رقم وعرفت تكتبه في صوره ايه على بي يبقى دوت عدد نسبي. طب تعالى ناخد امثله علشان نفهم اللي احنا قلناه. بيقول لك مثال أي الأعداد الآتية غير نسبي وأيها عدد نسبي. يعني إيه الأعداد اللي هي نسبية وغير نسبية؟ طب ماشي. طب إيه هي شروط قبل ما نبدأ؟ إيه هي شروط العدد النسبي؟ قال لي شروط العدد النسبي اللي أنا أقدر أكتبه في صورة A على B أو A على B، وإن ال A وال B عددان صحيان. قلت له تمام. وقال لي إن ال B لا تساوي الصفر. دي شروط الأعداد إيه؟ النسبية. قلت له تمام. طب ايه هي شروط الاعداد الغير نسبية؟ اتفقنا ان هو لا يمكن كتابتها في صورة A على B، والشروط هي. قلت له طب تمام. طب ما تيجي نبدأ نحل. عندنا اول رقم اللي هو ال 73 من 100. ال 73 من 100 هل اقدر اكتبها في صورة بسط ومقام او A على B؟ اقدر. ازاي؟ هي 73 من 100 يعني 73 على 100 فعلا.
73 على 100. تعال نطبق الشروط. عرفنا نكتبها بصورة ايه على بي؟ عرفنا. الايه والبي عددان صحيان، ده 73 عدد صحيح وال100 عدد صحيح. هل البسط او البي بتساوي صفر؟ لا، ما بتساويش صفر. يبقى اذا دوت اقول له عدد نسبي. تمام. اللي بعده الصفر. هل الصفر عدد نسبي ولا عدد غير نسبي؟ تعال نشوف. هنعرف نكتبه في صورة بسط على مقام اهو الصفر، ودايما بيبقى هنا في واحد. صفر على واحد، حتى لو خمسة يبقى خمسة على واحد. وقيس باقي الأمثلة أو باقي الأرقام على هذا الحد. فهنا صفر على كام؟ على واحد. عرفت تكتبه صورة بسط ومقام هل الصفر عدد صحيح؟ والواحد عدد صحيح. هل البي أو المقام بصفر؟ لا، ده المقام بواحد. يبقى إذا دوت عدد نسبي. تمام. تعالى ناخد اللي بعده. مديني جذر 8. ماشي، اهو جذر 8 معايا. احنا قلنا ايه لما نشوف جذر 8، الجذر التربيعي او التكعيبي؟ احنا قلنا نشوف العدد اللي تحت دوت مربع كامل او لا. دوت ايه العدد اللي اضربه في نفسه يديني 8؟ والله مفيش. اضربه في نفسه، يعني زي ما اتفقنا قلنا 2 في 2، 3 في 3، 5 في 5. اضربه في نفسه يديني اللي تحت الجذر. ايه اللي ضربه في نفسه يديني تحت الجذر؟ مفيش والله. يبقى اذا دوت عدد غير نسبي. مش عارف امسك الاله واعمل جذر 8 هتلاقي يطلع لي شويه ارقام مش هعرف اكتبهم بسط ومقام. يبقى دوت عدد غير نسبي. تمام. اخر مساله، باي زائد جذر 5. احنا اتفقنا على طول اول لما اشوف باي على طول اريح دماغي. شفت باي شفت فاي على طول يبقى عدد غير نسبي. ويلا يا بطل جرب مع نفسك الامثله دي وقول لنا النواتج هتطلع بكام واكتب لنا في التعليقات. بعد كده عندنا حاجه اسمها ايجاد قيمه تقريبيه لعدد غير نسبي. يعني ايه كلمه ايجاد قيمه تقريبيه لعدد غير نسبي؟ قال لي يعني اي عدد غير نسبي يقع بين عددين نسبيين ويمكن تمثيله على خط الاعداد بنقطه تقع بين هذه العددين. مش فاهم الكلام ده. انا هشرح لك بس التعريف موجزا وناخد امثله. يعني ايه اي عددين غير نسبيين يقع بين عددين نسبيين؟ يعني مثلا هديك انا عدد غير نسبي وعايزك تجيب لي عددان نسبيان يقع بينهم، يبقى هو اللي في النص. وليكن مثلا هنا 18 ويكون مثلا هنا 25 مثلا وهنا 16. دولت عدديان نسبيان يقعان بين عدد غير نسبي. وقال لي ويمكن تمثيله على خط الاعداد. يعني هنرسم خط اعداد وهيكون في النص العدد الغير نسبي ونحاول نرسم العددين النسبيان وهنشوف العدد ده يكون قريب مين. لو قريب من 16 يترسم هنا اهو، قريب من 25 يترسم هنا اهو، على حسب. يبقى دوت المقصود بالتعريف. ناخد مثال عشان نفهم الموضوع اكتر. ناخد مثال بيقول لي اوجد عددين صحيحين متتاليين وعين موقع التقريب بخط الاعداد للجذر التكعيبي لل 25. طريقه حل السؤال ده ازاي؟ هو عايز عددين صحيحين متتاليين للجذر التكعيبي لل 25. اول حاجه انا اعملها ان انا ادور على عددين صحيحين متتاليين كل منهما مربع كامل. بمعنى انا عندي 25 اهي. تمام. انا عايز ادور على عدد يكون مربع كامل والجذر التكعيبي يعني هضربه في نفسه 3 مرات. تمام. لو الجذر تربيع اضربه في نفسه مرتين. فايه العدد اللي اضربه مثلا في نفسه 3 مرات ويدينا عدد مربع كامل؟ تعال نجرب كده. الاثنين. لو ضربنا الاثنين 2 في 2 في 2 ب8. يبقى ال8 دوت عدد صحيح ومربع كامل لان ضربته في نفسه 3 مرات. 2 في 2 في 2 ب8 صح. وغير كده اصغر من 25 يبقى انا تمام. وانا لما اجيب ناتج كمان ما بعيدش قوي. بمعنى تعال نجرب الثلاثه. هضرب الثلاثه في 3 في 3 ب27 تنفع. يبقى انا عندي هنا العددين الصحيحين ال8 وال27 اللي هم اصلهم اللي هم كام؟ الاثنين والثلاثه. احنا بنجرب. جربنا الاثنين ضربنا 2 في 2 في 2 اداني 8 والله ده عدد صحيح. ال27 ضربنا الثلاثه في 3 في 3 بكام؟ ب27. يبقى اذا انا عندي دولت عددين صحيين. وغير كده لما نيجي نحطهم في مربع كامل اقول له بما ان 8
أصغر من 25 و25 أصغر من 27. يبقى إذا أنا عندي الجذر التكعيبي لل8 أصغر من الجذر التكعيبي ل25 أصغر من الجذر التكعيبي ل27. طب تعال نشوف أنا كلامي صح ولا غلط. وعايز عددين صحيحين متتاليين، واحنا قلنا يبقى يكون العددين اللي هجيبهم يكونوا مربع كامل. قلنا يعني ايه مربع كامل؟ يعني العدد اللي ضربه في نفسه ايا كان، لو جذر تربيعي مرتين جذر تكعيبي 3 مرات يديني اللي تحت الجذر. طب تعال نشوف احنا ماشيين صح ولا غلط عشان اتاكد. نجرب الاثنين. 2 في 2 في 2، صدق الاثنين في 2 في 2 ب8. ده اداني مربع كامل للعدد اللي تحت الجذر، يبقى ده كده صح. تعال نجرب هنا. الثلاثة في 3 في 3، 3 في 3 في 3 ب27. يبقى ده مربع كامل، يبقى انا كده ماشي صح. تمام. بعد كده بنعمل ايه؟ نرجعهم للصورة بتاعتهم او ناخد الجذر كله دوت. الجذر التكعيبي لل8 كام؟ 2. هنا الجذر التكعيبي لل25، لان احنا عايزين نقرب من الرقم ده او من الجذر ده، احنا عايزين نقرب منه فهنسيبه زي ما هو. ونيجي هنا الجذر التكعيبي لل27 كام؟ 3. تمام. هو قال لي وعين موقعه التقريبي خط الاعداد، يبقى ساعتها نقدر نرسم خط الاعداد بتاعنا اهو. هنا 2 عشان بدانا ب2، وهنا كام؟ 3. الاثنين كان عندها الجذر الكام؟ الجذر التكعيبي لل8، اقوم كاتب اهو الجذر التكعيبي لل8. والثلاثه كان الجذر التكعيبي لل27. تمام. اشوف بقى الجذر التكعيبي لل25 اقرب لمين؟ اقرب لل8 ولا اقرب لل27؟ انت في وجهه نظرك ال 25 قريبه لمين؟ حتى من غير يعني هقول لك على طريقه برضه بتعرف ازاي، بس الجذر التكعيبي لل 25 اقرب لمين؟ لل 27 ولا لل8؟ اقرب لل 27، يبقى ساعتها بتكون هنا اهو الجذر التكعيبي لل 25 اقرب للجذر التكعيبي مين؟ من ال 27 اقرب ليها. تمام تمام. ايه هي الطريقه اللي احنا ممكن نعرفها؟ انك ممكن تمسك الاله بتاعتك وتقوم ماسك الاله وتجيب الجذر التكعيبي لل 25. لما تمسك الاله وتجيب الجذر التكعيبي لل 25 هيطلع لك ب 2.92%. تمام. ال 2.92% ديت اقرب للثلاثه، يعني هنا هتبقى 2.92. الرقم دوت اقرب للكام؟ للثلاثه. يبقى فعلا الجذر التكعيبي اقرب للخمسه، للجذر التكعيبي لل 27. ليه؟ مسكت الجذر التكعيبي لل 25 بالاله طلع لي ب 2.92%، والرقم ده اقرب مين؟ للثلاثه. تعال ناخد مثال كمان عشان نفهم. هو اوجد عددين صحيحين متتاليين وعين موقع التقريب بخط الاعداد للجذر ال 18. تمام. احنا علشان نبدا نفكر، احنا قلنا بنفكر ازاي؟ عايزين نجيب عددين صحيحين متتاليين ويكون كل منهما مربع كامل. وعرفنا يعني ايه مربع كامل، يعني الرقم اللي تحت الجذر اضربه في نفسه مرتين يديني الرقم اللي تحت الجذر. تمام. وعايز عددان صحيحان متتاليين. احنا قلنا بنفكر مثلا نقول 2 في 2 ب4، و4 دي تحت الجذر. تمام. بس ثانيه، 4 دي بعيدة. هو عايز عددين صحيحين متتاليين يعني يكونوا قريبين من ال 18، مثلا 16 و25 وهكذا. تعال نجرب 2 في 2 ب4، لا. 3 في 3 ب9، لا برضه بعيدة. 4 في 4 ب16، لا ده 16 عددها هيكون قريبة من ال 18، يبقى عندي ال 16. تمام. وعندي ايه تاني؟ وهنا طبعا ال 18 موجودة اهي. نجرب تاني، احنا قلنا 4 في 4. طب ماشي، تعال نجرب الخمسة في 5، بال 25. 25 برضه قريبة من ال 18، يبقى أنا عندي ال 25. لأن الستة في 6 ب 36، أنا هبعد جدا قوي كده عن ال 18، فدولت عددين صحيحين متتاليين وقريبين. تمام. احنا قلنا دولت هنقول بما أن ال 16 أصغر من ال 18 أصغر من كام؟ من ال 25. تعال نحطهم جذر تحت الجذر. فلما نيجي نحطهم تحت الجذر هيبقى هنا جذر 16 جذر 18 جذر 25. تمام. تعالى انت عشان نشوف كلامنا صح ولا لا. هنا لو جينا ضربنا 4 في 4
ب 16. ايوه ال 16 دوت العدد ضربته في نفسه واداني اللي تحت الجذر، يبقى انا كده صح. هنا الخمسة في خمسة ب 25، العدد ضربته في نفسه اداني الرقم اللي تحت الجذر، يبقى كده صح. تعال ناخد الجذر ال 16 اللي هو 4. هنا الجذر ال 18 عشان بنحاول نقرب للرقم ده، وهنا 5. تمام. يبقى انا كده اوجدت له عددين صحيحين متتاليين. يبقى العددين الصحيحين اللي انا جبتهم الكام؟ الاربعه والخمسه. طب تعالى نمثل على خط الاعداد. انا عندي خط الاعداد اهو. تمام. هنا الاربعه وهنا 5. والله تعالى نشوف. هنا الاربعه الاول كانت كام؟ كانت جذر 16. وهنا الخمسه كانت جذر كام؟ ال 25. احنا قلنا ببساطه وبالعقل ال 18 دي اقرب لمين؟ لل 16 ولا ال 25؟ اقرب لمين؟ لل 16. اقوم انا عامل له كده اهو واقول له ان هي جذر ال 18. طب انا والله مش عارف هي اقرب لل 16 ولا اقرب لل 25. اقوم ماسك الاله بتاعتي واقوم عامل جذر ال 18. اقوم ماسك الاله واقوم عامل جذر 18 هيقوم طالع لي ب 4.24. ال 4.24 دي قريبه منين؟ قريبه من الاربعه، يبقى انا كده صح. يلا يا بطل جرب مع نفسك وقول لي الجذر 63 هتطلع العددين الاقربين ليهم كام، ومثل لي بخط الاعداد وهنا نفس الوحده، ويلا واشتغل. بعد كده عندنا الاعداد الحقيقيه. هو ايه تعريف الاعداد الحقيقيه؟ قال لي هي المجموعه التي تتكون من اتحاد الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه. يبقى هي دي مجموعه الاعداد الحقيقيه. يبقى هي مجموعه الاعداد الحقيقيه رمزها اصلا في الاول ايه؟ قال لي هي رمزها ار. يبقى رمز الاعداد الحقيقيه هو ار. تمام. ده رمز مجموعه الاعداد الحقيقيه. وقال لي ان هي مجموعه تتكون من اتحاد الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه. يعني هي تتكون من اتحاد الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية. يبقى عارف إن مجموعة الأعداد الحقيقية إيه تعريفها؟ هي المجموعة التي تتكون من اتحاد الأعداد النسبية والأعداد الغير نسبية. طب والأعداد الحقيقية تعالى ناخدها على شكل فين؟ قال لي أنا عندي إن ديت مجموعة الأعداد الطبيعية اللي هي بالرمز إن. مجموعة الأعداد الطبيعية هي جزء أصلا من مجموعة الأعداد الصحيحة اللي هي زد. قلت له تمام. وقال لي ان زد ديت مجموعه او جزء برضو من الاعداد النسبيه اللي هي كيو زي الفل. وقال لي معاهم الاعداد الغير نسبيه. قلت له تمام. قال لي كل دوت يندرج تحت الاعداد الحقيقيه. يبقى الاعداد الحقيقيه جواها الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه وجواها مجموعه الاعداد الطبيعيه ومجموعه الاعداد الصحيحه. يبقى اللي عايزين نعرفه بقى هنا ايه؟ اللي عايزين نعرفه ان الان جزء من الاعداد او مجموعه الاعداد الصحيحه، جزء من الاعداد النسبيه، جزء من مجموعه الاعداد الحقيقيه. يبقى اللي انا عايز اعرفك ان الان مجموعه الاعداد الطبيعيه هي اصلا جزء من مجموعه الاعداد الصحيحه، جزء من الاعداد النسبيه، جزء من مجموعه الاعداد الحقيقيه. والاعداد الغير نسبية كذلك جزء من مجموعة الأعداد الحقيقية أخرى. تمام. تعالى ناخد أمثلة أو نوضح شوية. لو جيت مثلا قلت لك ضع رمزا مناسبا من الرموز الآتية، واديتك شوية رموز مثلا زي ينتمي، واديتك شوية رموز مثلا زي لا ينتمي وجزء وليس بجزء. دي علامة الجزء وشرطة يعني ليس بجزء. قلت لك مثلا جذر 3 نقط بالنسبة لمجموعة الأعداد الحقيقية R. هل يا ترى ده ينتمي ولا لا ينتمي ولا جزء ولا ليس بجزء؟ أولا هنا جذر 3 والله على طول من غير ما أفكر ينتمي. هو أنا هنا جيت قلت لك أعداد
نسبيه ولا غير نسبيه عشان تفكر وتفضل تقول لي مثلا ده مربع كامل ولا لا، او اضربه في نفسه. لا، احنا قلنا ان مجموعه الاعداد الحقيقيه ار شامله كله. يعني زي ما بيقولوا كده الملك بتاعت اللعبه كلها بتاخد كله، بتاخد اعداد طبيعيه وصحيحه وكله بتاخده، فعلى طول جذر 3 ينتمي للار من غير ما افكر. ليه؟ عشان هنا مجموعه الاعداد الحقيقيه. طب لو كان مثلا هنا مثلا الاعداد النسبيه، لا، الاعداد النسبيه ابدا افكر بقى. احنا قلنا الاعداد النسبيه هبدا اعرف اكتبه صوره بسط ومقام ايه على بي، واشوف لو كان ينفع اقول تنتمي ولا تنتمي، ما ينفعش يبقى خلاص. بس هنا طالما قال لك مجموعه الاعداد الحقيقيه فدي بتاعت كله، يبقى على طول مره واحده. طب ناخد كمان واحده عشان نفهم. لو جيت مثلا قلت لك آه زد بالنسبه لار، لو جيت قلت لك مجموعه الاعداد الصحيحه زد ايه بالنسبه لار، والله احنا عارفين ان مجموعه الاعداد الصحيحه هي جزء من مجموعه الاعداد الحقيقيه. واحنا قلت لك حتى بالك لسه قايلها لك دلوقتي، قلت لك ان جزء من زد، جزء من ار، جزء من كيو للاعداد النسبيه، جزء من ار، جزء برضه من المفروض هنا الاعداد النسبيه والاعداد الغير نسبيه الاثنين جزء من ار. فبالنسبه لي زد جزء من ار. في حاجه عايز اقولها لك قبل ما ندخل في حل المعادلات. لو جاء مثلا قال لك جذر او جذر سالب 4 ايه بالنسبه لمجموعه الاعداد الحقيقيه؟ والله هو هنا لا ينتمي. لا ينتمي ليه؟ لان مفيش جذر تربيعي لعدد حقيقي سالب. يعني هو ينفع اجيب الجذر ده؟ يعني اول لما اشوف سالب تحت الجذر، سالب جذر 4 ده معرفش. يعني سالب 4 تحت الجذر مفيش عدد حقيقي بالسالب تحت الجذر، فانا ما اقدرش ايا كان بقى على طول واقيس ذلك على الباقي. يعني مثلا لو قلت لك سالب 25، لا برضه لا ينتمي لمجموعه الاعداد الحقيقيه. ليه؟ لان ما اعرفش اجيب اصلا. حتى لو انت حطيت في الاله سالب جذر سالب 25 هديك مس ايرو، يعني ما ينفعش اصلا. بس فدي اللي كنت عايزين نعرفها قبل ما نبدا. ونرجع لموضوعنا، حل المعادله. تعالى نبدا ناخد حاجه اسمها حل المعادله. بيقول لك اوجد مجموعه حل كل من المعادلات الاتيه. يعني هو عايز مجموعه الحل يعني قيمه اكس. فهنا عندي مثال بيقول لك 5 اكس تربيع ناقص 3 بيساوي 7. وقال لي عايزك تاخد بالك ان الاكس هنا بتنتمي لمجموعه الاعداد الغير نسبيه. قلت له تمام. ومديني مثال كمان 3 على 8 اكس تكعيب ناقص نص بيساوي ربع اكس تكعيب زائد نص. وقال لي ان هنا الاكس تنتمي للار لمجموعه الاعداد الحقيقيه. تعال نبدا واحده واحده وناخد المثال الاول. 5 اكس تربيع ناقص 3 بيساوي 7 اهو. نقول له 5 اكس تربيع ناقص 3 بيساوي 7. معادلة طبيعية جدا خالص. أودي هنا بعكس الإشارة، هنا ناقص 3 تروح زائد 3. تمام. فأنا عندي هنا 5 اكس تربيع بتساوي 10. هو 7 زائد 3 10. علشان أجيب الإكس الوحيدة أتخلص من اللي جنب الإكس أعمل إيه؟ أقسم هنا على 5 علشان أطير الخمسة مع الخمسة، وأقسم هنا على 5. الخمسة هتروح مع الخمسة يبقى الإكس تربيع. يبقى هنا عندي ان الاكس تربيع بتساوي 2. انا عايز الاكس ديت اكس تربيع، اعمل ايه عشان اجيب الاكس؟ اخد الجذر. فاقول له ساعتها ان الاكس بتساوي موجب او سالب جذر 2. تمام. هنا الاكس بتساوي موجب او سالب جذر 2. نجيب هو عايز مجموعه الحل، اقول له مجموعه الحل بتساوي موجب او سالب جذر 2. يعني انا عندي جذر مره بالموجب ومره بالسالب، فاقول له مجموعه الحل بتساوي، اعمل قوسين بتوع المجموعه واقول له جذر 2 ومره سالب جذر 2. تصدق الكلام طلع صح. اكس تنتمي لمجموعه الاعداد الغير نسبيه. فعلا العدد ده انا ما اقدرش اعمله على صوره بسط ومقام او ايه على بي، ونفس الحوار سالب جذر 2 مش هعرف اعملها بصوره بسط ومقام ايه على بي. يبقى انا كده جبت مجموعه الاعداد الحل او مجموعه الحل. ندخل على المعادلة الثانية. هنا المعادلة الثانية بتقول 3 على 8 اكس تكعيب ناقص نص بتساوي ربع اكس تكعيب ناقص زائد نص. طب تعالى نمشي واحدة واحدة. نكتب المعادلة الأول.
3 على 8 إكس تكعيب ناقص نص بتساوي ربع إكس تكعيب زائد نص. تمام، حلو. أحل المعادلة إزاي دي؟ أنا عندي هنا إكس تكعيب وإكس تكعيب 2. طب ما تيجي نجيب الإكس مع بعض ونجيب الأعداد مع بعض. طب إزاي؟ أنا عندي هنا 3 على 8 إكس تكعيب زي ما هي. عايز أجيب الإكس دي هنا وأودي النص هنا بحيث إن يكون الإكس مع بعض والأعداد مع بعض. خلاص، أودي دي هناك بعكس الإشارة، يعني الربع إكس دي أوديها جوه هنا أهو بعكس الإشارة، والنص دي أوديها الناحية التانية بعكس الإشارة. إزاي؟ تعال نشوف. هنا ربع إكس، الربع هنا بالموجب، أوديه هناك بالسالب، ناقص ربع إكس تكعيب. تمام، بيساوي النص بتاعي أهو زي ما هو نزلته. هنا ناقص نص، أوديه الناحية التانية بعكس الإشارة يبقى زائد نص. تاني يبقى ادخل دي، اجيب الاكس مع بعض والاعداد مع بعض. جبت الربع اكس دخلته جوه بالموجب لان هو دخلته جوه بالسالب، لان هو ربع اكس بالموجب دخلته جوه بالسالب، وسالب نص هو بالسالب دخلته جوه بالموجب عشان اخلي الاعداد مع بعض والاكس مع بعض. تمام، تعال نكمل. 3 على 8 ناقص ربع، امسك الاله. 3 على 8 ناقص ربع هيديك 8 اكس، 8 اكس تكعيب. تمام، بيساوي نص زائد نص 1. احنا قلنا علشان نتخلص من اللي جنب الاكس اعمل ايه؟ اقسم على اللي جنبها. فانا ممكن هنا لو جيت برضو قسمت على 1 على التمانية، معروفه ان ايه؟ تمن هيروح مع التمن فيتبقى لي اكس تكعيب. وممكن نعمل حركه حلوه دايما عشان ما تتلخبطش، اللي هو ايه؟ اشطب وشقلب. مش فاهم؟ بمعنى، مش هو ان هو كان مكتوب 8 تمن اكس، في حاجه اسمها عندنا اشطب وشقلب. بمعنى اشطب شقلب 1 على 8 شقلبها تبقى 8، يبقى في 8. يبقى هنا اشطب وشقلب واسهل. حتى لو كان غير الرقم ده تمن، ايا كان رقم مثلا 3 على 7 اي حاجه، اشطب وشقلب تبقى 7 على 3. وتعالى نكمل مسألتنا. طبيعي انا خلاص شطبتها، يبقى اتبقى لي هنا كام؟ الاكس تكعيب بيساوي 1 في 8 ب 8. تمام، انا عايز اجيب الجذر التكعيبي لل8. فالجذر التكعيبي لل8 اقوم ماسك الاله واقول له ان الاكس بتساوي الجذر التكعيبي لل8 كام؟ 2. يبقى هنا عندي الاكس بتساوي كام؟ 2. كده مسألتي خلصت؟ لا، تنقص. هو عايز مجموعة الحل، اقوم كاتب كده اهو مجموعة الحل بتساوي، اعمل قوس المجموعة واقوم كاتب 2 واقول له فعلا ان مجموعة الحل اللي هي 2 تنتمي مجموعة الاعداد الحقيقية. ومجموعة الحل ممكن نختصرها م ه، يعني مجموعة الحل. وبس كده الفيديو يكون انتهى. يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنساش تصلي على النبي وجرب مع نفسك، ولو في حاجة مش فاهمها اكتب لي في التعليقات وإن شاء الله نرد بالفيديو الجديد. ما تنساش تدعوا لإخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويثبت أقدامهم. والسلام عليكم ورحمة الله.